وغايته في ذلك أن يمتنع الناس عن شكر الله، ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا الشكر تحديدا؟ يحاول الشيطان أن يصيب الإنسان في الحلقة الأضعف. هو يعلم أن غفلة الإنسان تجعله يعيش ناسيا أو متناسيا نعم الله الذي متعه بالسمع والبصر والفؤاد وآتاه من كل شيء. كلنا ننسى. يدفعه لهاوية الجشع والطمع ليلهث في مدارات الحياة باحثا عما يظن أنه ينقصه، متطلعا لما لا يملكه، وكلما تحقق له شيء طمعته نفسه في آخر. ثم إذا تملكه شعور القلة انعدم لديه الرضا، وازداد قلبه حسدا، ودخل في دوامة السخط والتذمر، وقع في هبال كفران النعمة التي نسجها له الشيطان. الشيطان الذي يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء. قتل الإنسان ما أكفره. في المقابل إن استحضر المرء في قلبه نعم الله التي لا حصر لها، واستشعرها وقدرها وعمل شاكرا لله عليها، فقد اعترف بفضل الله عليه. وهنا يرزقه الله غنى النفس حتى تسمو، ويكرمه بالمزيد من فضله، فيعيش في حالة من الرضا والسلام الداخلي، يقدر ما يملكه بدلا من التذمر على ما ينقصه. حينئذ لن يسهل للشيطان إضلاله، فشعور الامتنان والشكر والتقدير قد عصمه بحبل الله المتين. يا أخي، حتى حين نتأمل في العلاقات الإنسانية من النبل أن يقدر المرء جهود الآخرين وأن يشكرهم فيما صنعوا له. تخيل أن شخصا استفاد من أوقات وجهود الآخرين لمصلحته الشخصية ثم لا يسدي لهم معروفا ولا يرد لهم جميلا. يعني أن يكون ذلك مثالا للشخصية السيئة ناقصة الأخلاق. ذلك هو من لا يشكر الله. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يتعجب، حين قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو فطن لا يدع للشيطان ثغرة ينفذ منها إليه في فرحه وترحه وحتى فيما بينهما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. السلام عليكم.